يا قلبي. الله الله قاعد يطلع بالطبقات ويلعب بيها لعب. مو بس انت اللي يمر بك الحزن، انا حزني من الصغر ربيته. اي والله مو بس انت اللي يمر بك الحزن. صوت يخليك تصيح، صوت يخليك تعيط على طول، تمسك نفسك بالزاويه بالاوضه تظلك تعيط من صوته. بسم الله ما شاء الله على هذا الصوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ورجعت لكم اليوم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطعنا اليوم عن تحدي الاصوات بين سعود بن خميس وهشام البحراني. هشام البحراني هذا عليه كميه صوت، عليه صوت عليه بحه مش طبيعيه. ومين ضده؟ ضد سعود بن خميس. سعود بن خميس عنده الحنجره الذهبيه، عنده حنجره وعنده صوت جدا قوي. انا اليوم جايب لكم اسدين في ساحه، يعني تخيل انك تحط اسدين في ساحه، ايش راح يبدعوا من جمال اصوات اليوم راح نسمعها. قسما بالله التحدي هذا جدا صعب. يعني سعود بن خميس صوته جدا فنان، وبين هاشم هذا صوته جدا فنان. قبل ما نبدا في المقطع، اذا انت ما حطيت اشتراك حط اشتراك تقديرا لتعبي ولايك عشان المقطع هذا ينتشر عند ناس اكثر. خلينا نوصل هذا الفيديو 50 لايك، وما ظل تابعني على الانستغرام، الرابط في الوصف. وخلينا نخش في الفيديو من غير مقدمه طويله، ونبدا بالصوت الاول، صوت سعود بن خميس. انا تلفت شبابي يا يما شبابي شبابي شبابي، بس سواليف بس سواليف يا دولابي. دخيلك 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 يا يما والله الشبابي، يا يما شبابي شبابي شبابي، يا يما انا تلفت شبابي، يا يما انا تلفت شبابي، يا يما شبابي شبابي شبابي. في نبره تطلع من الحنجره، من هنا من الرقبه، يعني في يعني صوت حزن. سعود بن خميس قاعد يغني بمشاعر. لما الواحد يغني بمشاعر صوته بيطلع اكثر حلو. في صوت بحنجرته هنا، يعني بسم الله ما شاء الله سفاح. واحد من عياله اموت في الصدى لعبتي، يقول اسمع شو بدونك قلبي مجروح مثل الطير مذبوح، حبيبي طلعت الروح ميتاني من فرقاك، ميتاني من فرقاك، اريد بحضنك ارتاح وانسى الجاي. سلامات. بسم الله وما شاء الله على جمال صوته. ركزوا لي على الطبقات، لما يطلع في الطبقات ولما يعمل كذا هذه تحفه لوحدها. هذه لما يكون المغني قاعد يعني يسوي الطبقات مرت، هذه يعني كميه الابداع فيها. بعد ما غلط وحيد ولا عذب هالقلب. يقول لي لما قال بعد ما اغلط واحد، هذه على القلب على طول. وإني تائه في بحر حب، وكم قبلي من العشاق تهم. هذه قاعد ينشد بسم الله ما شاء الله. يا اخي في صفاء ونقاء بصوته ما شفته عند واحد غيره. حط صبعك هذا دمعك ما ينفع، هاني لو منك اموت بيش اقنعك شنو نفع. حرفيا هو قاعد يبكي الناس اللي طالع معهم. يعني سعود بن خميس بيقعد قدام التلفون بيفتح بث مباشر ويدخلوا معه ناس وهو بيغني، والناس القدامية من كمية الصوت الحلو والتأثر قاعدين يبكوا قدامه. وصب الروح بالقوة، شفت نفسي بقى ينسى. الله هذه ركزوا على هذه. ولا قوة
ش اسوي لك اضحي لك جبت عمري اوافي لك واكتب لك واغني لك. ما شاء الله على صوته، قسما بالله مش عارف اعلق يا ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللي نقدر نقوله. والتحدي بينه وبين هاشم البحراني جدا راح يكون صعب، مش عارف كيف انا راح اقيمهم، عشان كذا راح اترك لكم التقييم انتم في التعليقات. ايوه هذا يا قلبي عذبنا الابعاد، نار القلب زاد لو تلحق علينا لو نصبح رماد، مشتاق لنفاسك ولطيبة احساسك، حاول نسيانك شنسوي ما فات. احساسه يقتل، صوته يموت، بسم الله ما شاء الله. مش عارف كيف انا راح اقيم هذا المخلوق، ما شاء الله على كمية جمال صوته. والان احنا سمعنا صوت سعود بن خميس، ننتقل على صوت هشام البحراني ونشوف كيف صوته ونقيمهم في اخر الفيديو. مو بس انت اللي يمر بك الحزن، انا حزني من الصغر ربيته. اي والله مو بس انت اللي يمر بك الحزن، انا حزني من الصغر يما ربيته. صار مثلي يعشق ويهوى ويحب، ومثلي يكتب بالشعر خليته حل مانع للجقاير والتتن، وبيه يشرب الاخلص باكيته. يا الله ايش البداية النار هذه. بسم الله ما شاء الله. لا تعليق والله مش عارف اعلق ايش اقول، صوته حلو بس صوته حلو. يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، والله يضلون جمر بالقلب ذكرى يخلوها ويروحون، وظلت بصورهم وما نعرف خبرهم، راحوا مني انا ايش قاعد ابكي انا وما يرجعون، والعشنا بهواهم اذونا بجفاهم. يعجبني في هشام البحراني نقاء صوته وكمية الصفاء فيه والحنجرة، وفي بحة في صوته بسم الله ما شاء الله، مش غريبة على بحة العراقيين. ويعرف يعلي صوته وين، يعني هو بيتكلم بصوت واطي واطي يعني هو بيغني بصوت واطي واطي وفجأة يعلي صوته، بس تعلية الصوت هذه جدا بتخش القلب. ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجيني الليل، وينراد حلو دمع وامني انا اجيب الحل، روحي حمامة صفت وبيت اهل الدور، اشتاقت لامي انا والخبزة التنور يا ابوي. بديرة هليل طعم يختلف حتى الماي، ويا مهليل الهوى يختلف والله هواي. زولي على ما قال وانهالي يختلف والله هواي. والله صوته سفاح بسم الله ما شاء الله، صوته سفاح وقاعد يتحكم بالطبقات، تحسه لما بيغني مرتاح في الأغنية، يعني بيرتاح وهو بيغني، عشان كده بيتحكم في الأغنية أحسن تحكم. ثاني شيء هو لما بيغني أغنية ما بيغنيها على طريقة المغني، لا بيغني على طريقته هو، يعني هو بيخترع لحن من مخه ويغني عليها الأغنية. كنا صغار والله صغار حيل صغار، نقعد وقت الغروب
جيت ابوله كنا صار نقعد وقت الغروب ببالي دايم ننطر جيت ابوله ابوله يرجع مبتسم بس وجهه متعوب ومن يشوفنا يضحكن عيونه يجي ابونا محمل اشكال والوان وتظل تلوميهم من الحنونه تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان تتعب والصغار يضيعونه لكن يبتسم ودموعه بالعين ويقول لهم التعب يستاهلونه. صوته هو رفيع بس لما وده يغلظ الحنجره بيقدر يغلظها، يعني بيخلي صوته غليظ، ولما وده يسوي صوت رفيع بيقدر يسوي صوت رفيع، ولما وده يلعب بالطبقات يلعب بيها، لما وده يرفع وينزل ما شاء الله متحكم جدا جدا. نتمنى أجيمك واسولف لك عن احوالي واحط بيدك وجع قلبي واكلك يا كتالي وش يعودني على غيابك وانا بكل ساعة اقول تعود ولا اصدق رحت مني يا يبكي الوقت موجود. قصدوني بس لما طلع بالطبقة، يعني هو كان يغني بشكل مستقيم بعدين طلع بالطبقة، اللحظة هذه لما طلع بالطبقة بياخذ قلوب المستمعين. بسم الله ما شاء الله على صوته، أنا قاعد أقول بسم الله ما شاء الله على صوته عشان أنت تقول بسم الله ما شاء الله. والهنا خلص من الأصوات وجاء موعد التقييم، راح نقيمهم مع بعض، واللي ما يعجبه تقييمي يقدر يقيم في التعليقات. قسما بالله التقييم جدا صعب، لأن سعود بن خميس عملاق في الصوت الحلو، وهشام البحراني عملاق في الصوت الحلو، فأنا مش عارف كيف أقيمهم أصلا، لأنهم كلهم أحسهم زي بعض. أنا الصراحة والصوت اللي عجبني راح أقيم سعود بن خميس 9.5 من 10. هذا سعود بن خميس. وراح أقيم هشام البحراني 10 من 10، لأنه الصراحة حسيت إنه قاعد يتحكم في الصوت أحسن من سعود بن خميس. سعود بن خميس صوته حلو وكل حاجة، بس هشام البحراني أحسه يعني فهمت كيف؟ المهم بتمنى إذا أنت وصل لهذه اللحظة من المقطع تحط لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تشوف المقاطع الجاية. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ومقطع جديد، والسلام عليكم.